السلام عليكم، أهلا بكم في قناة حكاوي تيتا المرعبة مع قصة جديدة مرعبة وغريبة من حكاوي تيتا. قصة النهاردة رعب يفوق أي رعب سمعتوه، لأنه رعب متعلق بالجن والإنس، وكمان الأذى فيه من الإنس أكتر من الجن. بالعكس، ده الجن أو المخلوق اللي محدش عارفه اللي ظهر في القصة دي قام بعمل الإنس ما عملوش. ايه اللي حصل في القصة دي؟ البنت الجميلة الطفلة اللي باباها قدمها قربان للجن، رماها في بير مسكون عشان تفضل في البير 40 يوم، ويظهر لها مخلوق يأكلها ويشربها ويحميها، وبعد كده الناس يلقوها وتقول كلام للعجب. أم شوال. القصة اللي هتسمعوها ما هتصدقوش أنفسكم، الكلام ده طلع في الجرايد وفي التلفزيون وصوروا معاها وجابوها. القصة كاملة هتسمعوها من تيتا المرعبة. قبل ما نبدأ القصة بتمنى منكم الاشتراك في القناة، ما تنسوش الشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. نبدأ قصتنا ونقول بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. شايف اللي قدامك دي بنت، اللي قدامك دي كانت ملامح بنت. البنت دي اللي في وشها والمنظر ده من قرص التعابين والعقارب، ومن الرمي من مكان عالي في قلب بير غويط ضلمة تفضل فيه 40 يوم بدون أكل أو شرب، تطلع عبارة عن هيكل عظمي زي ما بنقول كده، جلد على العظم. ومين اللي رماها ومين اللي عمل فيها كده؟ ما تتخيلوش مين. أبوها. أيوة، أبوها. بنت جميلة عندها 14 سنة، يتيمة الأم. باباها اتجوز بعد مامتها واحدة على أساس إن هي تاخد بالها منها وتحافظ عليها وتحميها، لكن السيدة دي ما كانتش طايقاها، وكانت دايما بتخلي باباها يضربها. البنت كانت متحملة أذى من باباها محدش يتخيله. البنت دي كانت بتخدم مرات أبوها واخواتها، وكمان كانت بتشتغل مع باباها في رعي الأغنام، يعني كانت بتاخد الأغنام وتطلع ترعى بيهم طول النهار، وترجع آخر اليوم على المغربية تخدم وتشتغل في البيت. وكمان ما كانش هاجب، لأ، ده الأب كان بيقعد يضربها ويعنفها ويكسفها ويعاقبها قدام مرات أبوها وقدام اخواتها عشان يعجبها اللي بيحصل. البنت دي شافت كتير جدا، لكن كل اللي شافته ده حاجة، واللي هيحصل لها في بقية القصة دي حاجة تانية. البنت في يوم طلعت ترعى الأغنام زي ما بتعمل كل يوم. طلعت في منطقة بيبقى فيها عشب وتبقى قريبة من المية برضو، وبتطلع ترعى الأغنام فيهم بحيث إن الأغنام تاكل وبتخلي بالها منهم. كانت طالعة بمجموعة الأغنام بتاعتها اللي معاها، وراحت قعدت تحت شجرة. قعدت تحت الشجرة دي والأغنام حواليها. وفي آخر اليوم لما جت تلم الغنم بتوعها اكتشفت إن في 4 غنمات ناقصين. 4 غنمات مرة واحدة. ده باباها بيضربها من غير سبب وبيعاقبها وبيتلكك ليها وحاططها في دماغه زي ما بنقول عندنا. لأ، ده كمان في غنم ناقص. يعني دي بقى هتبقى عقاب شديد جدا جدا، ويعني وهتاخد ضرب بقى وهتاخد إهانة أكتر. ده اللي جه في دماغها، لكن اللي بابا عمله غير كده. القصة دي حصلت في السودان لبنت جميلة، ملاك ما كانش يستاهل اللي يجرى ده. طبعا البنت راحت لباباها آخر اليوم وقالت له إن ناقص من الغنمات 4 أغنام. كانت رايحة له وهي مرعوبة وهي بترجف، وكانت مفكرة إن رجفتها قدام وخوفها ولونها المتغير ده هيحنن قلبه عليها أو يخليه يعاقبها عقاب بسيط. لأ، ده باباها مسكها ونزل فيها ضرب وإهانات، وقال لها أنا هموتك دي بموتك، الغنمات اللي راحت دي بموتك. أموتك ولا أرميكي في البير؟ هو خيرها بين ان هو يموتها ولا يرميها في البير. بتقول انا ما كنتش مصدقه نفسي، يعني انا كنت مفكراه بيخوفني او كنت مفكراه بيعاقبني، لكن هو خدها ورماها في البير. خدها ومشى بيها من غير ما حد يشوف، وراح رماها في بير بعيد عن المنطقه بتاعتهم، وبير كمان مهجور. والبير ده كانت كل الناس عارفه وكله بيقول ان هو مسكون، يعني بير فاضي محدش بيروح عنده وكمان مسكون.
والناس كلها أجمعوا إن باباها رماها في البير ده قربان، لأن يقال إن باباها كان بيشتغل في السحر والشعوذة وفي أمور الدجل، وهو رماها في البير ده مخصوص قربان للشيطان، مش عشان لأن هو لو كان عايز يقتلها كان قتلها، ده كان قتلها أهون من إن هو يرميها حية، لكن هو رماها حية عشان تكون قربان للشيطان في المكان ده. طبعا رماها وراح قال للناس ان هو مش لاقيها، وان هي ضايعه، والناس فعلا قعدوا يدوروا عليها، وقال لهم ده هي تقريبا راحت قعدت عند اخوالها، وراحوا يدوروا عند اخوالها ملقوهاش برضو، وفضلت البنت متغيبة حوالي 33 يوم. عشان في يوم والأطفال بيلعبوا في الأماكن يعني اللي هي بتبقى فيها رعي وكده، كانوا قربوا شوية من البير. الأطفال لما قربوا من البير، البنت كانت يوميا بتبكي وبتصرخ، يعني وهي جوه البير بتبكي وتصرخ، وكل يوم بكاها وصراخها بيقل عن اليوم اللي قبله، لأنها كانت بتضعف وكانت وتتعب من غير ما معاها ما يعني ما في أكل ولا شرب ولا أي حاجة تديها صحة وتديها قوة حتى إن هي تتكلم. وطبعا بير مهجور، بير خاوي وفاضي، يعني بيبقى مليان حشرات وتعابين وعقارب والعياذ بالله، كل حاجة تخوف موجودة فيه. طبعا البنت كانت كل يوم بتعيط وبتصرخ، لغاية ما في يوم سمعها الأطفال دول كانوا بيلعبوا بالقرب من البير. الأطفال سمعوها وقعدوا يقولوا مين، فهي ترد تقول لهم الحقوني، انقذوني. طبعا الأطفال قالوا ده جن على طول، لأن البير ده فاضي، البير ما فيهوش حد، يبقى مين اللي بيتكلم جوه في البير؟ جن. وفعلا الأطفال طلعوا يجروا منهارين وراحوا على أهليهم، قالوا لهم احنا سمعنا حد بيعيط وبيصرخ في البير المهجور. البير ده طبعا كان معروف ان هو فيه جن وكده، فالاهالي قالوا لهم انتوا ايه اللي خلاكم تروحوا هناك؟ اوعوا تروحوا هناك تاني ولا تقربوا من البير ده تاني. طبعا الاهالي كلهم اللي جه في اعتقادهم ان ده جن او هم بيتهيأ لهم ان في حاجه بتتكلم في البير، ما جاش في دماغهم خالص ان دي الشوايل او دي الطفله المختفيه او ان في بشر اصلا في البير. لغايه ما بعد كده برضو في ولد كان بيرعى في المنطقه دي سمع صوت البنت وهي بتعيط، سمع أنين وصراخ طفل، فقعد ينادي يقول مين، انس ولا جن؟ فردت قالت له انا انس، الحقني انقذني. طبعا الولد طلع يجري راح لاهله، قالوا له ايه اللي وداك الحته دي؟ مش قلنا البير ده مسكون ومحدش يقرب منه؟ ونفس النظام عشان يفضل 40 يوم يعدوا على البنت والبنت في البير. وازاي ان في كائن حي يقعد 40 يوم من غير اكل ومن غير شرب؟ ده بقى اللي حصل ده اللي محدش يصدقه، اللي حصل ده معجزة من ربنا عشان البنت دي تعيش وتطلع تفضح باباها وتقول ربنا سخر لها مخلوق الله أعلم هو ايه، جن ولا ملاك ولا ايه بالظبط، محدش عارف. وعمل مع البنت دي ايه؟ ده اللي هنعرفه في آخر القصة. طبعا الولد أهله عملوا معاه بالظبط زي ما أهالي الأولاد التانيين قالوا ده جن ومحدش يقرب من البير ده تاني. لغاية ما في يوم اللي كان ماشي من عند البير الشاب ده اسمه عبد الخير. الشاب ده مشي من جنب البير، سمع صراخ وأنين حد جوه في البير. طبعا من كتر الخوف من السمعة السيئة للبير، هو خاف ان هو يدخل البير او ينزل البير، بس هو اتأكد وأيقن ان في حد بيعيط جوه في البير، في صراخ وأنين في البير. راح قال لأهل القرية انا سمعت حد بيصرخ وبيبكي في البير. الكلام ده كان قرب المغرب. طبعا الناس قالوا لا، يعني الناس لما اتجمعوا وسمعوا هو كان بيقول بصوت عالي ان كان عايز الناس يروح، الناس قالوا ايوه، واحنا العيال برضو سمعوا الأصوات، يعني كده الرواية نقلها 3. طيب قالوا طب احنا في وقت متأخر والبير ده طبعا معروف ان هو مسكون وكده، فاحنا
هنستنى لبكرة ان شاء الله في النهار ونروح كلنا نشوف ايه اللي بيحصل في البير ده، عشان فعلا ياخدوا معاهم الحبال وياخدوا معاهم الكشافات والحاجات. وكل الناس كانت خايفة ان هي تنزل في البير، الا عبد الخير ده هو اللي اتطوع ونزل في البير. وفعلا ربطوه بالحبل ونزل عبد الخير، وكان معاه كشاف، ونزل عشان يتفاجئ ان في عيون باينة من البير. لكن عبد الخير لما قرب وبدأ يوجه الكشاف، شاف بقى ايه؟ شاف تعابين، وبيقول كان في تعبان كبير جدا لكن النور. وكان عبد الخير معاه زي عصاية أو سكينة بيبعد بيها الحشرات والحاجات دي، فالتعبان ده بعد عنه. بعد كده عبد الخير شاف شوايل وهي نايمة في أرضية البير. البنت طبعا كانت متغطية بالتراب وبالطين، وكان جسمها كله مليان حشرات. كان النمل يعني كان بياكل في هدومها يعني حرفيا. وعبد الخير بيشيلها أو بيحركها، لقى النمل بياكل في هدومها، وشعرها ده كان لازق في أرضية البير في الطين، لدرجة ان هو جاب السكينة اللي معاه وقصه عشان يعرف يرفعها. البنت ما كانش فيها منطق، ما كانتش بتتكلم، ما كانتش بتقول اي حاجة. خلاص يعني يعتبر الطاقة والقوة اللي كانت عندها راحت بمجرد ما نزل لها عبد الخير ده، عشان بس يتأكد ان هو فكر ان هي ميتة، بس اتأكد ان هي حية لما حركت دراعها الشمال. قال لهم انا لقيت البنت والبنت عايشة، وربطها وطلعها. لكن للأسف طبعا هما بيطلعوا بطريقة بدائية، والبنت كانت يعني 40 يوم بدون أكل، بدون شرب، بدون التعرض لأشعة الشمس، بدون هواء نقي، بدون أي حاجة مقوم من مقومات الحياة. فالبنت كانت طالعة من البير تعبانة، والطلوع الخطأ كمان زاد تعبها الضعف. طبعا طلعوها، اتفاجئوا بمنظر البنت اللي شفناه في أول الفيديو. البنت الحشرات أكلة جسمها كلها، البنت عبارة عن جلد على عظم، شعرها كله عقارب صغيرة عايشة في شعرها. البنت يعني كانت خلصانة، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيها كده، اللي بتقال عليه أب. طبعا طلعوها وجريوا بيها على أقرب مستشفى، نقلوها من مستشفى لمستشفى تاني أكبر، لأن البنت كانت حالتها صعبة جدا. وبعد المحاليل وبعد العلاج والحاجات اللي خدتها، قدرت البنت إن هي تقوم وتكمل وتتكلم، عشان تكون الصاعقة الكبيرة. أول ما البنت فاقت والأطباء قالوا إن هي تقدر تتكلم، والشرطة جت عشان تحقق وتشوف مين اللي عمل فيها كده، اتفاجئوا من ردة فعلها ومن كلامها. قالوا لها مين اللي رماكي في البير؟ قالت لهم أبويا هو اللي رماني في البير. طبعا كانت صاعقة، أبوها يعمل فيها كده؟ أبوها اللي كان بيصرخ وبيعيط وبيقول بنت ضاعت ومش لاقيها، هو اللي رماها في البير. طبعا هو أول ما قالوا إن هو رماها في البير، الناس قالت هو بيشتغل في الدجل وفي الشعوذة وهو رماها قربان في البير. طبعا البنت 40 يوم في البير، طبعا حاجة ما فيش بشر يقدر عليها. فلما سألوها، والكلام ده يا جماعة متسجل فيديو وفي قنوات إذاعية نقلته، لما سألوها انت كلتي وشربتي ايه وكنت عايشة ازاي في الفترة دي، قالت كان في زول هو اللي بيجيب لي الأكل والشرب. زول بالسوداني يعني شخص. كان في واحد بيجيلها يجيب لها لبن، كان بيشربها لبن يوميا. وبتقول كمان الأعجب والأغرب من كده، إن كان في تعبان بيحوش عنها الحشرات والحاجات اللي في البير. التعبان ده كان بيبعد عنها الحشرات ولأي حاجة تأذيها في البير. وكمان كان أحيانا التعبان ده بيتلف كده وهي تنام، تحط راسها عليه عشان يرحمها شوية من الأرضية القاسية بتاعت البير. انتوا متخيلين الكلام ده؟ ده برضو نفس اللي حصل مع الطفلين اللي خالهم دفنهم وقفل عليهم التربة في قبر مامتهم، اللي احنا كنا أخد كنت قلت لكم انا القصة دي في فيديو سابق، يا ريت تشوفوه. الأطفال اللي خالهم قفل عليهم التربة، برضو في شخص كان بيقدم ليهم اللبن.
نفس الشخص ده الله أعلم ده إيه. ربنا بيبعته للناس، ربنا بيبعته لنجدة اللي ملوش حد، لنجدة اللي مستضعف. يعني دي بنت اترمت في البير بإيد أبوها، لكن ربنا بعت لها مخلوق الله أعلم هو جان ولا شيطان ولا إيه عفوا هو جان ولا ملاك، عشان ينقذها ويديها اللبن يوميا. وبتقول أنا كنت بكلمه بس ما كانش بيرد عليا، هو كان لابس أبيض في أبيض ووشه كان أبيض قوي، وكان بيبقى حوالين منه نور، وكان بيقدم لي اللبن لغاية آخر يوم. هو قال لي انتي هتمشي من هنا، ده آخر يوم ليكي هنا. يعني كان بيبشرها وبيفرحها وبيطمنها. وحكاية التعبان اللي كان بيبعد عنها الحشرات دي حاجة تانية برضو، الله أعلم التعبان ده هو تعبان حقيقي وربنا سخره إن هو يحفظها، ولا كائن اتمثل في صورة تعبان، محدش عارف. لكن اللي معروف إن البنت دي شافت في البير ده اللي محدش يتخيله. البنت دي عدت بتجربة لو شخص بالغ مش يقدر يعدي منها، لكن ربنا رحمته تجلت وبانت جدا في القصة اللي محدش يعني يصدقها. لكن رحمة ربنا وسعت كل شيء يعني، لكن مفيش حاجة طبعا يعني كبيرة على رحمة ربنا. ربنا سخر لها اللي نجدها وسقاها وحماها لما أبوها اللي هي من لحمه ومن دمه ومن صلبه رماها كقربان للشيطان، لكن لقت رحمة ربنا مستنياها. كمان البنت اترمت في بير غويط جدا، يعني مسافة كبيرة جدا، ده حوالي أكتر من 30 متر وقعتهم في البير. البنت وقعت الوقعة دي لا كسرت لها رجل ولا كسرت لها ايد ولا عملت فيها حاجة. بتقول انا ما حسيتش باي حاجة ساعة ما ابويا رماني، كل اللي انا حسيت بيه ان انا قاعدة في البير بس. يعني ايه اللي سندها، ايه اللي خلاها ما تحسش بالوقعة الكبيرة دي؟ ربنا وحده اللي عالم. البنت دي شافت كتير وحصل لها أكتر، لكن بعد مرور سنين البنت دي اتجوزت. لكن للأسف التجربة القاسية اللي البنت دي عاشتها أثرت على صحتها. البنت كان بيجيلها نوبات صرع، وبعد سنة من الجواز، سنة فقط، البنت دي توفت، ماتت أم شويل. وعلى فكرة البنت لما البوليس راح قبض على باباها وهي عرفت، قالت لهم لأ طلعوه أنا مسامحاه، مش كانت عايزة ان باباها يتحبس ولا يتأذي، هو برضو أبويا. البنت كانت أرحم بأبوها من رحمته عليها. البنت دي قلبها كبير، طفلة، عشان كده ربنا رحمها. وربنا رحمها برضو بأن هو أنقذها من اللي مرت بيه ومن اللي شافته. وتوفت الطفلة دي بعد جوازها بسنة واحدة، عشان تنتهي هنا قصة أم شويل اللي أبوها كان عايز يقتلها لكن ربنا نجاها، اللي أبوها كان عايز يقدمها قربان للشيطان لكن ربنا سخر لها الإنس. والله أعلم اللي كان ده كان جان ولا ملاك عشان يحميها ويحافظ عليها بإذن ربنا سبحانه وتعالى. وياما هنشوف اللي بيأذي البشر، في كل القصص أذيتهم أكبر من أذية الجن وأكتر من أذية أي حاجة تانية. ربنا سبحانه وتعالى يحنن قلوبنا على بعض ويقينا ويصرف عنا أي شر أو أي أذى. القصة دي حقيقية وحصلت في السودان، موجودة بالفيديوهات. وللمزيد من القصص المرعبة ما تنسوش الاشتراك في القناة والشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.